صباح الفل عليكم. تخيلوا كل ده بعجينة واحدة ومكونات واحدة. عملت منها شريك وعملت منها منين بالبلح. تعالوا معانا كملوا اخر الفيديو عشان اقول لكم عملت ايه وحطيت ايه على بعض. اول حاجة كده، اهلا بكم في قناة حياة مامي. النهاردة بقى قلت اروق عليهم واعمل لهم منين بالبلح واعمل لهم كحك او شريك زي ما بتسموه. النهاردة بقى طريقة ال10 كوبايات او 10 معالق. عملنا قبل كده ال5، المرة دي هنعمل ال10 على حسب بقى اللي موجود عندك. انا حطيت 10 كوبايات دقيق. انا قبل كده ممكن تعملي عادي نص الكمية او تعملي على حسب بقى الموجود عندك، بس انا قلت عشان اعمل كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. شفت في اول الفيديو ما شاء الله، شفت الكمية طلعت قد ايه وعملت منها كحك وعملت منها منين. فده عملت 10 كوبايات دقيق، وعملت 10 معالق سكر، وحطيت برضو 10 معالق زيت، ورشة ملح وخميرة وبيكنج باودر. رشة بيكنج باودر بس. واللي ما عندوش انا بس كانش عندي سمنة كتير فحطيت زيت، واللي ما عنده مثلا سمنة ممكن يحط 10 معالق سمنة. والمية بقى على حسب العجن. ما تنسوش بقى اللايك الجميل والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، ومتابعة بقى عشان تبقوا يوصلكوا كل جديد. انا حتى اهو بص في الفيديو شايله ابني وعماله برضو اعمل لكم، يعني والله عايزه افيدكم باي حاجه، اي حاجه بجربها او اي حاجه حلوه بحب اشارك متابعيني بيها. شجعونا بقى عشان نعمل لكم حاجات حلوه تاني. دلوقتي حطيت 10 معالق سكر، وهحط 10 معالق زيت ورشة ملح، وعندك الكيس الخميرة او معلقة كبيرة خميرة، وخميرة فورية طبعا، ورشة بيكنج باودر بس. وبتعجني، هو دي المكونات، ولا فيها بيض ولا فيها سمنة ولا فيها لبن ولا فيها بتاع، وما شاء الله هيطلع معاكي هش وجميل. واللي عنده مش يعني دي عجينة أساسية، دي اللي مش عنده مثلا مكونات، مش عنده لبن، مش عنده بيض، مش عنده كده، لكن دي الأساس. اللي عايز يضيف حاجة مفيش مشكلة برضو، يهد قيمة غذائية كده، بس أنا بقولكوا على الأساس. ده اللي عملت بيه وطلع، شفته ما شاء الله في الفيديو عامل ازاي، وعلى ضمانتي. يعني بدل 10 زيت هتعملي 10 سمنة، أو 5 زيت و5 سمنة. أهم حاجة بس الكمية زي ما انا ماشيه، يعني 10 ده يا 10 ده كده. ما تحاولوش تزودوا او تقللوا عشان العجينه تطلع معاكي مظبوطه. انا ال10 كوبايات دقيق، اللي عليهم 10 سكر، اللي عليهم 10 زيت، اللي عليهم رشه ملح، اللي عليهم كيس خميره، اللي عليهم بيكنج باودر. مش بس برضه ما تزوديش بيكنج باودر، يعني يا دوبك رشه بس عشان برضه ما تفرطش معاكي. ممكن تستغني عنها خالص مش مشكله، بس انا بقول لكم بس على الاساسيات. وحطيت دول اخدوا مني 6 كوبايات دقيق. 6 كوبايات مية قصدي، 6 كوبايات مية. برضو على حسب العجن وايديكي. بس في الاخر برضو في الاخر هتحطي نقطة زيت كده وتلمي العجينة في الاخر. يعني تعملي، يعني حاولت ان انا ما ازودش الفيديو او ما سرعوش عشان تبقوا معايا خطوة بخطوة. بحاول اعمل لكم اكلات او معجنات او اي حاجة بسيطة مش مكلفة، وعشان تبقى سهلة معاكم ومفيش حد يتكلف وتعملوا في نفس الوقت حاجة حلوة. ده حاولت الم العجينة كده بالراحة. حاولت برضو، انت لما بتعجني كويس قوي والعجينة معاكي، لما العجينة دي ولا هي عايزينها طرية خالص، ولا عايزينها اللي هي مش ماسكة نفسها، لا يا دوبك ممكن تلزق عادي معاكي، ان انت عايزينها طرية بقى. والله احنا بنتعب قوي عشان نوصل لكم حاجة تستفادوا بيها وتعملوا. يعني احنا بنصور اهو بنسجل ونمنتج ونحاول نصور لكم بصورة حلوة او صورة واضحة، عشان والله عشان كل ده يهون. بس لو لقينا لايك او تعليق حلو او ناس جربت وتقول لنا رأيها، يعني بجد ده الفرحة كلها.
فالحمد لله بعد ما انا عجنت يعتبر لميت العجينه اهو. يا دوبك بصي اهي بتلزق معايا، مش هزود دقيق. يعني انت معاكي هتلاقيها ممكن تقولي لا دي ساعه عايزه ازودي دقيق، لا ما تزوديش دقيق، ان ما شاء الله هتلاقيها بس يعني عايزينها عشان تبقى طريه وتبقى هشه معاكي في التشكيل. اهي يا دوبك اهو يعني، بس انا بعجن بايد واحده، يعني كان ابني على ايديا. ف بعد كده حطيت بقى في الاخر خالص هتحطي رشه زيت، وهتعملي على العجينه كده، هتلميها بس كده. بس وهتغطيها بقى وتسيبيها. انا عندي بلكونه في البيت، فحطيتها في ارضيه البلكونه يا دوبك، يعني عشان تعمل بسرعه، والجو هيبقى دافي كده، او اللي هو ولا سخن ولا بتاع. حطيتها شويه مفيش ربع ساعه تلت ساعه بالكتير، ولقيتها ما شاء الله بالمنظر ده. بص فتحته معاكم. آه شوفوا ما شاء الله. بص الخميرة اختمرت. انا يعني ما عنديش كيس اللي هو اللي بيتحط في الاول ده، فحطيت على طول الصينية. فدي ما شاء الله ما كنتش عارفة ان هي ما شاء الله تختمر بالطريقة دي. فما شاء الله ان هي وصلت للمرحلة دي. اهم حاجة خمرها حلوة عشان لما تحطوها في الصاجات هتعمل معاكم يعني تختمر بسرعة، ويبقى شكلها حلو. بس تعرفي تشكليها. فما شاء الله شفتوا الكمية اللي احنا عملناها ما شاء الله عملت قد ايه. دي على فكرة طبق كبير يعني، مش صغير، طبق كبير بتاع عجن. بس انت بقى على حسب امكانياتك او على حسب عدد اللي انت عايزة تعمليه ممكن تقسمي الوصفة عادي يعني. دي جبت طبعا الصواني ودهنتها سمنة بس. فدهنت الصينية وقلت اشكلها معاكم، هعمل لكم خطوة خطوة عشان تبقى شكلها توصل للشكل اللي هو الجمالي ده. بس هي نفس العجينة هنعمل منين برضو، وهقول لك الطريقة وتشوفيها ازاي. ده بصي قطعت حتة عجين وفردتها بايديا يمين وشمال كده. وبعد كده هتلفيها زي ممكن تعمليها ضفيرة، ممكن تعمليها بدل 2 3 عادي. وهتلفيها زي الكحكة، لازم تحطي طرفها من تحت عشان بحيث لما تختمر ما تفردش معاكي. اهو بصي بفردها زي الاسطوانة اهي، زي كده، زي التعبان على العيال. وهتفرديها كده، يعني هتلفيها على بعض كده. وبصي الطرف ده يبقى من تحت، وهتحطيها وسيبي مسافة طبعا عشان التخمير. وهكذا يعني. انا قلت اوريكم كذا كذا واحدة عشان اللي ما يعرفش يعرف. ممكن تعمليها بقولك 3، ممكن اهي عملتها 2. بتيجي في النص كده وتلفيها على بعض، وبعد كده تلفيها دايرة وتحطي الطرف من تحت هكذا. بس خلصت انا الصواني اهي. فاضل ايه؟ شوف ما شاء الله عمل معايا كام صينية. وسبت جزء بقى قلت عشان اعمل منين. يعني سبت جزء من العجينة قلت عشان اعمل منين. المنين بقى هتعمليه ده بقى حطيته كنت بوريكي يعني انا بحطه فين. يعني بقولك الجيش قالك اتصرفي. يعني انا على طرف البلكونة بحط الحاجات اهي. الشمس كانت حلوة يعني، ف فقلت احطهم يعني على البلكونة. تمام. فانا عندي البلكونه يعني مش كبيره ان انا احط فيها، او ما عنديش اللي هو سطح مش هقدر اطلع وانزل والكلام ده. ف... فبحطها على البلكونه يعني. ده بقى الباقي من العجينه. هي مش كبيره بس ما شاء الله عملت معايا كميه المنين طبعا صغير. وما شاء الله بيعمل كمية. يعني مش لازم تعملي عجينة كبيرة والكلام ده. لا ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة. فأنا جبت صينية كده مربعة. دي كنت اللي يعرفها اللي هي زي الصاجة. بس أنا ساعات بستخدمها للقلاش، بستخدمها الحاجات اللي هي ايه مورقة، ولا أنا عايزة مثلا رقاق والكلام ده. دي حطيت عليها طبعا سمنة، وجبت العجينة وفردتها ايه، حطيت عليها دقيق. دي بقى بلح عجوة مفروم. ممكن لو انت ما عندكيش مفرمة، يعني انت طبعا هتشيلي منها الفصة وهتفرميه عشان بس يبقى ناعم. واللي ما عندوش يفصص الفصة، يعني تشيل البلح من الفصة من البلح، وعلى طاسة على النار ومعلقتين سمنة وهقلبي.
وهتلاقي الدنيا ايه سهلت معاك، زي قصة الملبن. يعني زي ما بنعمل الملبن هنعمل البلح اللي هو العجوة. كان عندي يعني كمية شوية، ماما الله يبارك لها كانت مدياهم لي. ف... فده عطيت شوية دقيق، وبنفس العجينة هي العجينة الباقية حطيت بقى هفردها. هتعمليها زي الكورة عادي، وهتفرديها عادي زي ما بنعمل زي السينابون، زي ما بنعمل المعجنات اللي هي بتتحشي او كده. بس بعد ما تعمليها كده، زي انا قطعتها، زي بعد ما فردتها سويت الاطراف، وقلت ايه بقى، اعملها لكم اعملها لكم خطوه خطوه بقى، اللي هو عايز يعمل منين لوحده. هي نفس العجينه بنفس المكونات بنفس ما فيهاش اي تفكير، بقولك يعني هي ميه وسكر ودقيق وزيت او سمنه لو انتي عندك ده او عندك ده زي الفل، وخميره ورشه ملح. بس دي الفكرة، مفيهوش اي حاجة اضافية تاني. قلتلك عجينة اقتصادية وتشكلي بيها زي ما انت عايزة. انا طبعا بعمل النشابة بعملها بدقيقة عشان برضو ما تلزقش، وبفردها. حاولت ان انا افرديها زي المستطيل، بحيث عشان لما تلفيها، واللي انا سويت الاطراف يعني، انت لو حتى لو عملت منك تسويها وتبقيها تخليها، عشان لسه برضه هتلفي والكلام ده لازم تخليها زي المستطيل. بس انا بعد بقى ما فردتها وكده، راح حطيت هتعملي العجوة دي زي اسطوانة، او زي على زي السينما بالظبط، زي الحشوات اللي بنعملها مثلا بالظبط، زي اللي تعمليها رول كده بالظبط بالظبط. بس احنا الفكرة ان هي البلح هيتحط بقى على الطرف، ويدوبك لفتين، يعني ما تزوديش عشان برضو ميبقاش مكبس، او بيبقى معظمه عجين. لا، يبقى احنا عايزين طبقة عجين بسيطة، والحشوة هي الاكتر. تمام، عشان يبقى معاكي حلو يعني زي بتاع الافران. بس هي دي التركات اللي المفروض تعمليها، يعني مش حاجة اي حاجة. اهم حاجة تبقى العجينة تبقى رقيقة وخفيفة، متبقاش بقى كبيرة عشان متبقاش بقولك مكبسة، او تبقى بتاكلي عجين يعني. لا يعني خليها خفيفة، يعني العجينة تبقى رقيقة. ودي هحاول ان انا اسويها واخليها ايه مستطيل، عشان بحيث بقولك لما تلفيها تبقى رول معاكي. بس راح بعد كده طبعا الطرف ده مش هرميه ولا حاجة، هضمه على بعضه وهعمله في مرة تانية يعني تبع بعد ما اخلص خالص. هعمله برضو يعني كمالة للعجين للمنين. تمام، هتعمليه بقولك اهو مستطيل، وهتعملي البلح. هبص اهديني لفتها، وهسيبها على جنب بقى عشان ترتاح عقبال ما ايه ما اخلص ده. هتجيبي البلح وهتعمليه برضو قول زي حضرتك رول، او تعمليه زي هتحطيه على الطرف ده بتاع العجين، وهتلفي لفتين وهتقطعي، وبعد كده هكذا. يعني برضو هتحطي بلح على الطرف، وهتلفي برضو لفتين وتقطعي. التقطيع بقى عشان يبقى فيه شكل جمالي معاك. ابصي هي دايره هتعمليها، ابصي هتلفيها على ايديك، هتخليها لحد لما تبقى اهي بالشكل ده، يعني على كله بقى. وهكذا الحته اللي ناقصه تجيبي حته وتعمليها برضه نفس القصه زي ما انتوا كده. وبعد كده هتلفيها مرتين كده، مش اكتر، يعني دوبك مرة اتنين، وهتقطعي وهتعمليها زي الاسطوانة دي كده، وهتحاولي تفرديها كمان عشان كل البلح يبقى متساوي جوه العجينة، ميبقاش حتة مليانة وحتة فاضية. تحاولي بقى اهو تلفيها، يعني تجيبي الطرف ده وتحاولي ايه تقفليها زي ما بيقولوا، او هتقفلي عليها كده، وبقولك لفة التانية وتقطعي، لفة التانية وتقطعي. نحاول بس اوريكم بكذا اتجاه عشان بس تبقوا متابعين معايا. فبس هقولك اه لفة التانية وخلاص، لفة التانية وخلاص هتلاقيها ايه. وبعد كده تقطعي خلاص، ما تزوديش عشان برضو ما تكترش معاكي العجينة. بس هتقطعي كده، وقبل قبل ما نقطعها يعني قطع، لا هتفرديها عادي، تعمليها تاني تلفيها تفرديها على رخامة تاني، يعني تحاولي تظبطي بحيث ان البلح قلتلك يبقى في كل حتة. وما شاء الله المواضيع دي زي كده بتزود العدد، يعني ما شاء الله كل ما تقطعي هتلاقي عدد اكتر.
فبقولك العجينة دي ما تستونيش بيها، الحتة الصغيرة دي هتعملك ما شاء الله كمية. بس هتيجي بقى في الاخر هتقطعيها بزاوية مايلة، مش عمودي كده، لا مش مربعات، لا تلاقي ايه يعني كده، حاولي تعمليها مايلة بحيث تبقى شكل يعني، او بصي تبقى شكلها حلو، وما تكبريهاش يعني، تبقى صغيرة لأن لسه برضه هتخمر، فما تكبريش المسافة او تكبري القطعية عشان لسه برضه هتخمر، فما شاء الله هتزيد يعني زي ما انتم شايفين هتشوفوا في الفيديو في الاخر او لو شفتوه في الاول. شوية شوية، وهتقطعي كل ده بنفس القطعة دي، بنفس يعتبر بقطع متساوية، ويدوبك يعني مفيش عقلة يعني. بس فالجزء ده ده مش مفروض كويس. آه، بس قلت احاول اقرب لكم برضو عشان تركزوا اكتر. اهي البتاع قطعية، بصي بزاوية مايلة كده وهتقطعي، بصي هيبقى شكلها، بصي رقيقة العجينة والبلح هو اللي اكتر، عشان لما تاكلي بلح مش تاكلي عجين يعني، يا دوبك العجينة كده مغطياه. فبس هو هترصيها برضو طبعا في الصاجات. ودوا التسوية بقى سواء ده او ده. هنفتح على يعني 180، وتبقى طبعا الفرن سخن، وتحت بس في الشريك، وفي الاخر خالص هتبقى ايه يا دوبك، ممكن تشغلي المروحة، او ممكن تفتحي يا دوبك مش اللي هو تاخد بس لون من فوق. وده هكذا برضو حطيتهم. يعني قلت اكمل لكم العجينة دي برضو ازاي بنفس الحتة يعني، انت تعملي برضو هتعملي بنفس القصة يعني، نفس القصة وهتمشيها. واللي عايز بقى بسمسم، اللي عايز بتاع، انا قلت انا دهنتهم شوية لبن وبيضة، يعني بيضة هتحط عليها يعني معلقتين كده لبن وبالفرشة، وهتدهنيهم بعد ما يختمروا. هوريكم برضو انا دهنتها وسجلتها معاكم. وهتدهنيها بالراحة قوي عشان برضو التخمير ما يروحش. وبعد كده هتحطي السمسم، في ممكن تحطي حبة بركة لو عندك، او تحطي سمسم براحتك يعني، شوفي اللي انتي بتحبيه وحطيه. بقولك اول لفتين نزلت معايا شوية في الرخامة عشان لازم تحطي دقيق كويس. بس وبعد كده طبعا هتقطعي وهكذا يعني الموضوع. بصي العجينة هتلاقيها مرنة معاكي ما شاء الله، هتلاقي العجينة طرية ومرنة وحلوة قوي يعني، لو ظبطت هتبقى حلوة قوي معاكي. بصي بتروح وتيجي زي ما بيقولوا. بس زي ما انتوا شايفين هنفردها كده زي ما قلت لكم، عشان برضو يبقى كله سوا بعض، وكله البلح جوه مساوي. بنشيل الطرف، وبعد كده تعملي زي ما انت عملت في الجزء الاولاني، وهكذا وهكذا وهكذا. بس اقولك هتعمل معاكي كمية ما شاء الله جامد يعني. انا بس كنت عايزه اوريكم اللي هو بنفس العجينه بنفس المكونات، وعملنا كذا حاجه يعني بنفس العجينه، ما مثلا مش زودتش حاجه ولا قللت حاجه، وعملت كذا شكل وكذا، وده مختلف خالص عن ده، وده عادي بالساده ومفيهوش حاجه، والتاني اهو بالبلح وبنفس بقولك المكونات. ممكن كنت اعمل 10 اصناف منها عادي، بس هعملها لكم في فيديو تاني. انا قلت برضو شكلين، او بص اقولك خلصت، وده طبعا بعد ما اختمرت الحمد لله ما شاء الله يعني. برضو المنين حطيه في الشمس شوية عشان برضو ما يبقاش ناشف، يبقى طري كده ويبقى مختمر. ادينا اهو بوريكوا خطوة بخطوة يعني. بس فحطيت اهو بيضة وعليها شوية نقطتين لبن، وبرضو هادي الصواني، وبالراحة بالراحة كده على الوش كده بالراحة. هتدهني بقى الكحك كده، شوف ما شاء الله اختمر ازاي، ولسه كمان في الفرن هيعلى اكتر. متحاوليش برضو تزودي عليه الخميرة ده ما انتي، او التخمير او بتاع، عشان انتي اساسا مخمراه كويس وهو اساسا في الطبق. والله هو مش هيبقى فيه اي زفارة يعني، اللي ممكن يقولك الناس بيض وبتاع، لا هو هيدي لون وهيدي شكل وهتتحمر ويبقى يعني ما شاء الله يعني، مش هيبقى فيه اي حاجة. وبرضو اللي مش عاوز انا دينا اهو بحط سمسم، السمسم هيمسك عشان احنا دهنين الوش بالبيض واللبن،
ممكن تعملوا بص يعني الشكل النهائي بعد ما بعد ما سويتهم، يعني ما شاء الله ما شاء الله. برضو حتى المنين انا حاطه له برضو بيض وسمنه وكده. فما شاء الله ما شاء الله، يعني شوفوا ما شاء الله التسويه تمام وزي الفل شوفوا ما شاء الله عالي ازاي، وحتى المنين شكله يعني يفتح النفس يعني. بجد حاولت ان انا افيدكم وجربوها، قولي رأيكم، وبالهنا والشفا.